كلها لازم تبقى فاهمه كده، مش شرط احنا بنتكلم في المشاريع الهندسيه، لا احنا بنتكلم في اي مشروع بيعدي ب5 مراحل اساسيين. لو انت جيت عايز تبقى منظم جدا في اي مشروع، لازم تبقى انت بتبص لل5 مراحل دول، ولازم تكون عارف انت في انهي مشروع، انت في المشروع بتاعك انت واقف في انهي مرحله. عشان كتير جدا في المشاريع احنا ما بنبقاش عارفين احنا في انهي مرحله. ده غير كمان لما تيجي تبص بقى على المشاريع الهندسيه، لو حددت انت عايز تشتغل في انهي مرحله، ده كمان هيكون فارق جدا معاك. بمعنى لما نيجي نبص على اي مشروع في الدنيا بيمر بايه؟ اول حاجه بيمر بالبلاننج او بالاستراتيجي، او بان احنا عايزين نعمل ايه، او بنفكر نعمل ايه. وده بيبقى فيه ده عالم كبير جدا من الوظائف، من ناحيه العقود ومن ناحيه التسعير ومن ناحيه التخطيط ومن ناحيه ان احنا نشوف الحاجه اللي احنا عايزين نعملها. فده ممكن تقول بابسط حاجه لما بتجي لك فكره وتقول ان انا عايز اعمل الفكره دي، طب انا هخطط لها ازاي؟ فبتقعد تعمل بلان للموضوع ازاي يطلع. بعد ما بتعدي مرحله البلاننج انت بتروح لمرحله ثانيه وهي مرحله الديزاين. مرحله الديزاين دي طبعا فيها لو احنا جينا اسقطناها على المشاريع الهندسيه، فاحنا عندنا اقسام كتير جدا بتبتدي تخش تعمل ديزاين للبلاننج او للتخطيط اللي احنا عايزين نعمله. الاونر كان عايز يبني مثلا مول، فبعديها ابتدينا نعمل ديزاين للمول، لكن كل احنا لسه ما نفذناش. المرحله اللي بعديها على طول هي مرحله الكونستراكشن. تعالوا نسقط الكلام على اي برودكت. اي برودكت برضو انا بفكر ان انا اعمل مشروع، او بفكر ان انا اعمل مثلا ممكن نقول ايه، ممكن نقول مثلا بفكر ان انا اعمل القلم ده، حطيت له البلاننج بتاعه، بعد كده عملت له الديزاين، حطيت الالوان وحطيت الشكل وحطيت الكلام ده كله، وبعد كده هبتدي اوديه للكونستراكشن او هبتدي اوديه لل الناس اللي هتبتدي تبني او تعمل او تبلد الحاجه دي. فدي كده مرحله الكونستراكشن. طيب بعد مرحله الكونستراكشن المرحله اللي باقيه ليها الاوبريشن بتاعت الحاجه دي. الحاجه دي هتشتغل ازاي؟ يعني لما نيجي نتكلم عن المباني، فالمبنى هيشتغل ازاي عندنا؟ ايه الانظمه اللي هتشغل المبنى؟ مين الناس اللي هتكون مسؤوله عن تشغيل المبنى؟ مين اللي هيبقى مسؤول عن الصيانه؟ مين اللي هيبقى مسؤول عن اي مشكله تحصل في المبنى؟ لان في مباني يعني زي مثلا عندك في العماره بيبقى في اتحاد ملاك. الاتحاد الملاك دول ممكن تسميهم هم الناس الاوبريشن او بتوع الفاسيلتي اللي عمالين ينظموا ويشوفوا مشاكل العماره في ايه عشان تفضل العماره موجوده وتفضل الحياه في العماره موجوده، من ناحيه الميه بقى، من ناحيه الغاز، من ناحيه نفس الكلام ده بيحصل على المباني الكبيره، نفس الكلام ده بيحصل في المشاريع الصغيره. المرحله اللي تلي مرحله الاوبريشن مرحلتين، يا اما بتهدم المشروع وهي مرحله الديمولش، يا اما بتعمل له رينوفيشن، بتعيد تاهيله من اول وجديد وتطلعه بشكل جديد وتظهره بشكل اقوى، زي مثلا العماير اللي كانت في وسط البلد ونزلوا عملوا لها رينوفيشن عشان تبقى شكلها افضل وعشان السياحه وعشان الكلام ده كله. فبالتالي اي حاجه في انت بتعملها فكر فيها من ناحيه ال5 حاجات دول، من ناحيه البلاننج، من ناحيه الديزاين، من ناحيه الكونستراكشن، من ناحيه الاوبريشن، من ناحيه الرينوفيشن او الديموليش او تهدم المشروع بتاعك. وبالتالي كل المشاريع وكل التفاصيل بتاعتنا وكل الشغل اللي عندنا هو بيمر بالمراحل دي. مفيش حاجه ما بتمرش بيها، وانت دورك انك انت تعرف انت هتشتغل في انهي مرحله. انا هشتغل في مرحله الكونستراكشن، فاخش جوه مرحله الكونستراكشن بقى هلاقي متشعبه بكل الاقسام، هخش في مرحله الديزاين هلاقيها متشعبه بكل الاقسام، هخش في مرحله البلاننج هلاقيها متشعبه بكل الاقسام. يعني على سبيل المثال مثلا عندنا في المشاريع الهندسيه لما تيجي تقول ديزاين، انا عندي اركتكتشر وستراكشر وميكانيكال والكتريكال وبلامينج وانفرا، في تفاصيل كتير جدا. عندي لما انزل للكونستراكشن برضه انا هشوف انا انهي قسم من دول وانا هشتغل في الكونستراكشن بتاعه، هشتغل في الاوبريشن انهي قسم من دول وهبتدي اركز في الاوبريشن بتاعه. رينوفيشن نفس الموضوع. وبالتالي يبقى اي حاجه بتمر بيه ال5 حاجات دول الاساسيين، وجوه كل الحاجات دي تفاصيل كتير جدا.